الأول حياكم الله. الله يحييكم. طبعا أنا صعدت حاج وعد طبعا. أنا كنت مستمع من تحت وكنت ناوي ما أطلعش اليوم، يعني أعطي فرصة أيوة الأخت علياء. نعم. فطبعا طلعت على السؤال بتاع أبو عمر ليك. هل كان علي، ما هو حكم النزي وهل كان علي يعرف الحكم؟ سمعتك بتقول كلام إن حكم النزي الغسل. سمعت أنا صح يا حاج وعد؟ أي نعم. طيب وعلي كان يعلم الحكم أم لا؟ أكيد يعلم. طيب طبعا ما هو موجود عند الشيعة. أنا ما أدري من وين الحاج وعد جاب هذا القول. اسمعوا كده، منتهى المطلب في تحقيق المذهب للمؤلف العلامة الحلي، جزء 1 صفحة 190، يقول: المقصد الثاني الحكم اللي بالباب الرابع أو المسألة الرابعة، المزي والوزي. وقد اتفق علماؤنا على أنهما غير ناقضين وإنهما طاهران. أنا ما أعلم أنت تخالف الحلي ولا أنت بتقول كلام. الراجل بيقول لك على أنهما غير ناقضين وإنهما طاهران. يغتسل منه اللي جبت الغسل دي من وين؟ خد الإجابة الثانية. علي بن أبي طالب أين يعلم؟ في دين الصفحة يقول: وروي في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المزي فقال إن عليا كان رجل مزاء واستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة 191. وآله بمكان فاطمة، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال النبي ليس بشيء. إذا عندك رواية صحيحة تقول أن علي سأل، تمام؟ فعلي سأل ليه؟ إلا أنه كان يجهل الحكم، وأنت قلت بالغسل. لحظة، رواية صحيحة ولا موثقة؟ لحظة، رواية صحيحة ولا موثقة؟ لا ما هي موثقة. وفي الصحيح إلا أن تكذب العلم. أول شيء قالها في ملاذ الأخيار وقال على علام المجلس موثقة. هاي الرواية نجيبها خلاص. موثقة يعني في سندها سني. يا أبو كريم المقاطعة. لا أجيب تصحيحة في السند. يلا تفضل. يا أستاذ اطلع الآن كذب الحلي اللي قال وروي في الصحيح. قل له أنت كذاب يا حلي، بتكذب ليه علينا؟ أنا مالي يا عم، وأنا اللي ناقل؟ أنت يا إما أنا بنقل غلط قول لي يا حسام أنت كذاب. ما في اللي أنت بتقوله مش موجود عند الحلي. ده اللي بيني وبينك. أعطيني سند الحلي، أعطيني سند العلامة الحلي. أبو كريم أولا سند العلامة الحلي هذا أمامي، وهو قال روي في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال: سألته عن المذي فقال إن عليا كان رجلا مذاء. لحظة يا أستاذ، لحظة، لا تقاطع. شوف، أنت الآن تقول أمام الجميع أن علي بن أبي طالب جهل حكم المذي أمام الجميع. إخواني، الذي يجهل الحكم ليكون جاهلا به يجب أن يكون الحكم مشرع معمولا به أو مخبرا به ثم هو يجهل. كريم عيد من الأول عشان احنا ما سمعناش لأنك الآن لأنها مداخلة. يا أستاذ لا حد يقاطعني أرجوكم. أنا ما قاطعتك يا حسام، لا تقاطعني أرجوك، لا تقاطعني. أولا إخواني، لكي يكون الإنسان مصداقا لجهله بالحكم يجب أن يكون الحكم معمولا به أو أن الحكم نازلا مبلغا به ثم يقال جهل الحكم. واضح؟ يعني مثل قضية عمر بن الخطاب لما جهل حكم التيمم. الحكم معمول به وعمار عمل به وعمر بن الخطاب جهل هذا الحكم. الآن تحدي للجن والإنس أجمعين أن يأتوني بالدليل على أن الحكم حكم المذي كان نازلا معمولا به وأن علي بن أبي طالب جهله، أو أن علي بن أبي طالب سأل عن الحكم ابتداء لأنه حكم لم يأتي فيه تشريع. هل تستطيعون أن تثبتوا ذلك؟ تفضلوا الآن. يلا. بس ممكن بقى حضرتك تكتم الصوت عشان نبين للناس. أول شيء وقفنا عند الحاج وعد في نقطة، قال لك أنا عندي الغسل وبين باتفاق علماء الشيعة أنه لا ينقضان الوضوء وطاهران. من أين أتيت بالغسل يا حاج وعد؟ يجب أن تجيب. وهل أنت اختلفت مع علمائك؟ واحد. اثنين بيقول لك هل علي بن أبي طالب كان يعلم الحكم؟ اعطني أنه كان يعلم الحكم.
إذا لما سأل رسول الله هل نزل الحكم أم رسول الله أجاب وقال ليس بشيء؟ أستاذ، إذا الحكم كان معلوم وعلي بن أبي طالب كان يجهله. أستاذ لا تلف وتدور. ولما الدليل أن الحكم كان معلوم. الدليل جيب الدليل. أنا كده هات الدليل. ابقوا يا اخوان، ابقوا يا جميعا، سوف نبقى نبث. ابقوا يا اخواني. انا عندما سئلت، انا ما اعرف انا اذا كنت قلت المذي صح كما قال المذي طاهر، انا كنت اقصد خروج المني يوجب الغسل، وكنت يعني غسل الجنابه، خروج المني. وأنا كنت أعتقد يريد أن ينقض، كنت أعرف هذه الرواية، يريد أن ينقض أن عليا لا يعرف بالأحكام كما قال أن عمر لا يعرف بالأحكام. فكلامه صحيح. إذا أنا نطقت المذي فالأقسام الثلاثة طاهر المذي والودي. الأقسام المني هو الذي يخرج يعني بشهوة وتدفق وما شاكل ذلك، هو هذا الذي يوجب الغسل. فإذا أنا أخطأت فأنا أعتذر، وكلام الأخ حسام هو الصحيح، إنما الذي يوجب الغسل هو خروج المني. نعم أخوان. طيب الآن سوف نعود، نبقى على قناة كلمات الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من شاشة الحجة الفضائية أقول لكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.